السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعينا الكرام. إذا الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 16,275 كبسولة من المؤثرات العقلية بالبليدة. تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة بحر الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود أحد أطرافها من جنسية أجنبية، مع حجز 16,275 كبسولة من المؤثرات العقلية حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة. وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة تتكون من 6 أشخاص، 2 منهم في حالة فرار، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة، مسبوقين قضائيا، حيث تختص هذه الشبكة في جلب، تخزين ونقل مع التسليم، الاستلام والتوزيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، التهريب باستعمال وسيلة نقل الذي يشكل تهديدا وخطرا على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية وتبييض الأموال في إطار شبكة إجرامية منظمة. وجاءت قضية الحال بناء على معلومة تفيد بإقدام أشخاص مشبوهين بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى إقليم ولاية البليدة. وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمحكمة بوفاريك، يضيف البيان: باشرت الضبطية القضائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية رفقة عناصرها التحريات وعمليات الترصد لعناصر الشبكة، حيث أسفرت عملية تطويق إحدى مدن إقليم اختصاص دائرة بوفاريك إلى توقيف أفراد الشبكة في حالة تلبس، مع ضبط وحجز 16,275 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي، وكذلك ضبط سيارة تجارية كانوا يقومون بتحميل أو بشحن المؤثرات العقلية باستخدامها. وعلى إثرها تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى محكمة بوفاريك وفقا للمصدر ذاته، وهو أمن ولاية البليدة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد.